يلا بينا نعمل مع بعض السمك البروستد او السمك المقلي. طبعا ده سمك فيليه. عايزه اقول لكم كان مقرمش من بره وطري من جوه، بجد حاجه خرافه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا سمك بولتي مخلي، بتخلي الراجل بتاع السمك هو اللي بيخليه، او ممكن تجيبي النوع ده، بجد النوع ده هايل وانا ده اللي مستخدماه في وصفه النهارده. بنجيب السمك ونبدا نقطعه قطع بالشكل ده، وبعد ما نقطع كل السمك بنجيب طبق كبير نحط فيه السمك. وبعد كده هيكون معانا التتبيلة الجامدة اللي عملناها قبل كده مع بعض في وصفة الجمبري المقلي. اللي عاوز طريقة التتبيلة يرجع لوصفة الجمبري وهتلاقوا هناك طريقة التتبيلة. بعد كده بننزل بمعلقتين كبار على السمك او على حسب كمية السمك اللي هتستخدميها، ونبدأ ناخد كل قطعة ونتبلها كويس بالتتبيلة الجامدة دي. عايزة اقول لكم بجد انا ما اقدرش استغنى خالص عن التتبيلة الحلوة دي. وبعد ما نتبل كل السمك اللي معانا هنسيبه في التلاجة لمدة ساعة علشان خاطر ياخد من طعم التتبيلة. ويلا بينا بقى جينا هنا لمرحلة القلي، علشان خاطر ناخد طبقة مقرمشة كده وخطيرة. هنجيب طبقين نحط فيهم دقيق، ونحط عليهم ملح وكركم علشان يدينا لون حلو، وننزل عليهم بفلفل اسود. وفي طبق من الطبقين دول هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من التتبيلة اللي معانا الخطيرة، والتاني مش هننزل عليه بالتتبيلة دي. ده بقى الطبق ده هو اللي هيبقى فيه الخليط الجاف معانا او الناشف، والطبق التاني ده هو اللي هيبقى فيه الخليط السائل. علشان كده هننزل بالمية، وبعد كده نبدأ نقلب لغاية ما نوصل لخليط يعني يكون أتخن من الطحينة بحاجة بسيطة. وبصوا بقى هنا أنا نسيت أحط نشا وبيكنج باودر في الأول، فعادي هنزل بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وارجع أقلب الكلام ده كله مع بعض. وبكده يبقى الخليط السائل جاهز معانا. وعرفتوا ليه انا عامله طبقين؟ علشان يبقى عندي خليط سائل وخليط ناشف. يلا بينا علشان نقلي السمك. هنجيب قطعه السمكية ننزل بيها في الخليط السائل ده، وبعد كده ننزل في الدقيق الناشف، ونضغط كده ونخبط في قطعة السمك علشان خاطر يديني شكل التضليعة دي. وفي زيت غزير مغلي ننزل بالسمك، وما نقربش للسمك ولا نقلبه غير لما ياخد لون. واول ما يبدأ ياخد لون على الناحية اللي نزلناه عليها نبدأ نقلبه على الناحية التانية. هنا أول ما أخد لون ببدأ أقلبه على الناحية التانية، وبعد كده لما يحمر من الناحيتين أبدأ أرفعه على شبكة علشان يفضل مقرمش معايا. وبكده خلصنا كل الكمية. شايفين اللون والمنظر بجد خطير والطعم حكاية. وتقدموه بقى جنب رز صيادية، رز أبيض كده ماشي وكده ماشي. وتعال نشوف شكل السمكية من جوه عاملة ازاي. بجد خطيرة، مستوية وطرية ومقرمشة من بره، والكفر ده فضل ثابت لغاية تاني يوم كمان. بجد وصفة خطيرة، جربوها وانتم مش هتندموا. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة.